السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونا ودي قناتي. انا حبيت اعمل كده طاجن مكرونة باللحمة المفرومة. هعملها كده بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد مننا وقت ولا مجهود. وممكن تعمليها برضو تغيري في الحشو بتاعها، ده يرجع ليكي فراخ او لحمة حسب رغبتك. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا كده كيس من المكرونة، ومعايا كيس من اللحمة كنت مفرزاها في رمضان، دي كان باقي معايا. وممكن يعني حاولي دايما تخلي اللحمة مع الحصاجة دي تكون معاكي في الفريزر على طول، ايه للزنجة. طبعا انا بنتي جت بسرعة كده وقالت انا عايزة، يعني كانت صايمة وبنها تفطر، فقلت اعمله كده بسرعة معايا. حلة على النار، ونزلت كده بالمية، ونزلت على المية بملح. بعد المية ما غليت هنزل طبعا بالمكرونة، وهنقلبها كده. وبعد ما نقلبها نغطي عليها بس لحد ما تغلي، عشان لما تغطيها بتغلي بسرعة وتبقى معاك على طول كده، ما تتعجنش منك. طبعا انا المية ما غليت يعني قلبت المكرونة كده بدون زيت بدون اي حاجة، ما تخافيش هتكون معاكي كويسة. صفيت المكرونة ومعاك طبعا المادة الدهنية. المادة الدهنية ترجع ليكي، عايزة تضيفي سمنة زيت يرجع ليكي. انا عملت ميكس بين السمنة والزيت. بعد السمنة والزيت ما سخنوا معايا، نزلت معايا كده بصلة مقطعها مكعبات صغيرة. انا طبعا مش هديها لون، بس انا هتبلها بس معايا كده خفيف. بعد ما تولت معايا كده حوالي 3 4 دقايق على البوتاجاز، كانت اتبلت معايا وجاهزة. معايا كده طماطم، ونزلت بالطماطم على الصلصة مرة واحدة على السريع كده. يعني عايزة تنزلي بالصلصة الأول تشوحيها، وبعد كده تنزلي بالطماطم برضو يرجع ليكي. أنا ضفتهم الاتنين مع بعض. معايا كده نزلت بالملح، وطبعا حبة من السكر كده بس عشان الحموضة، مش كترت. واقلبهم كده لحد ما تسبك معايا نص تسبيكه كده. انا مش هسبكها نشفها خالص، لا انا عايزاها تكون فيها لسه طريه، عشان طبعا المكرونه لسه ناقصه سوا، فانا هديها معايا. طبعا المكرونه بس كانت جمدت وماسكين ماسكه قطعه واحده كده، ما تخافيش هتفك. يعني وهتقولي زيت ولا اي حاجه برضه هتفك بعد ما تحطيها في التسبيكه بتاعتها. هتفك معاكي وما تخافيش، هتشوفيها عامله ازاي وتفرول معاكي، وتبقى كل واحده لوحدها عادي معاكي. بعد ما شوحتها كده في الفرن، في الحله. طبعا انا معايا اطباق، ممكن تعملها في طواجن، ممكن تعملها في صينيه كبيره للكل ياكل منها. برضو يرجع ليكي، عايزه تعملي زي ما انا عملت كده برضو يرجع ليكي. انا هنزل برضو بالمكرونه، هفرد بعد ما دهنت الطبق زيت والطاجن. نزلت بالمكرونه بطبقه كده. انا عايزه اعملها طبقات، انت ممكن تعمليها برضو اللحمه تحت كده وتحط المكرونه مره واحده، برضو يرجع ليك. انا عملت كميه خفيفه ونزلت عليها باللحمه، ونزلت برضو بالكميه التانية عليها، تعتبر هي ما تخافيش. بس انا عايزه اللحمه تكون في النص، بحيث تكون يعني تمسكي كده وتاكلي على طول، يكون اللحمه في النص معاكي، مش تبقى تحت او كده يعني او فوق. لا خليها زي ما انت شايفه كده. نزلت عليها طبعا بالبيت المكرونه، ونزلت عليها بعد كده باللحمه. ونزلت طبعا بكميه برضو تبقى خفيفه يعني بالمكرونه طبقه تانية. هخلص كل الاطباق بالطريقه ديت، وهتكون معانا جاهزه. هنزل طبعا معانا بالجبن. طبعا الجبن دي يرجع ليكي، عايزه تعملي بميكس، عايزه تعملي موزاريلا. انا عملت بجبنه شيدر، ده اللي احنا حبيناها او حبينا نعملها بالطريقه دي. هحط كده انزل بالجبن على الوش كده. ممكن ممكن تعمليها برضو بالفراخ، ما تخافيش. فعملتها كده وجهزتها. طبعا انا في الوقت ده مولعه الفرن مسخنها من فوق ومن تحت. انا هحطها في الفرن لمده 5 دقايق بس بالكتيره، بس ما الجبنه تسيح معايا وتكون جاهزه. دخلتها الفرن، وبعد 5 دقايق طبعا كانت كملت سوا، وطبعا الجبنه ساحت معايا. طلعتهم كده زي ما انتم شايفين. بجد يعني مش قادره اوصف لكم، اكله سريعه وبسيطه. وبجد حلوه جدا، الكل حبها. هتقدميها كده للاولاد بالهنا والشفا، هتعجبهم جدا. ومش قادره اقول لكم غير ان هي فعلا يعني مفيش احلى من كده، وحاجه يعني هتعجبكم جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وحاولوا تشيروا الفيديو عشان يوصلكم كل شيء جديد ان شاء الله. وأقدمها كده بالهنا والشفا، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة. باي باي.